انا ما غلطتش وبتحاسب وباخد براءه وبتقدم تاني للمحاكمه، واخد براءه وتقدم تاني للمحاكمه. وبعد الجلسه ما بتخلص يطلعوا اخبار مرتضى محتجز، مرتضى مش عارف ايه، مرتضى بيتحايل على مين، يصطلح مع مين، اي كلام يعني. لكن انا بعد القضيه كل القضيه خلصت خلاص، حجزت للحكم وخدنا براءه اللي خدنا فيه غرامه، والقاضي قضيتين خد الملف ومشي. بقول للاخ محمود الخطيب كفايه. انا بقول لك البلد مش ناقصه، واللي عمال يسخنك ده بتاع عرب شركس، ده اللي عمل بلاغ للسيد الرئيس انه خطف محمد مرسي. كفايه، البلد مش ناقصه، كفايه النار اللي مولعها عمرو اديب، اللي بيطلع يقول لك ايه، خلاص مش هتاكلوا، الناس هتموت، الجراد انتشر، هو لابس ساعه ب 2-3 مليون. واتفرجوا على المظات الست الهانم المحترمه وزوجته، تطلع بس في الحلقه المظات بحوالي 15-20 مليون، وعنده في امريكا وعنده في لندن وعنده في دبي وعنده مالكش عمل الشعب الغلبان. وبعدين انت بتسال الوزير امبارح ليه عن الموضوع ده؟ ليه؟ مش الموضوع في النيابه؟ خلاص اللي النيابه هتقوله هنقول تعظيم سلام. وعلى فكره انا ما اتكلمتش في القضيه خالص. النيابه تحبسه والنيابه تطلعه والنيابه مالناش دعوه، خلاص البلاغ ده راح لمعالي النائب العام المحترم. فبرجع اقول له يا اخويا محمود الخطيب كفايه، وعلى كده انا وانت هنولع البلد، لان البلد زمالك واهلي زمالك، وبنحاول بقدر المستطاع. من ناحيتي نهائي ماتش الوداد قلت انا هشجع الاهلي ضد الوداد، بعد الزمالك يعمل. انا راجل سياسي ما ينفعش اقول كلام يهيج الدنيا. انا واحد من الجمهور لما بكون ماتش الزمالك بنزل الملعب، بكون منهم، وما بحبش اقعد فوق بالكرافات واعمل كده ما بحبش الكلام خالص. حتى لما اروح محكمه لابس بدله وكرافات، اول ما اي اقرب مكان اروح انا ولابس اي تيشيرت. لما جم الاخوه بتوع الرجاء تلفزيون معرفش المذيع اسمه ايه المحترم ده، للتلفزيون المغربي، قلت هشجع الاهلي.